السلام عليكم، أهلا بكم أحبائي في الله في قناة رسمة وورد. مرحبا بالمشتركين جدد. أدعوكم فضلا وساء بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، والعمل لايك إذا عجبكم الفيديو والشير مع الأحباب. إذا اليوم راح نشوفوا في هذا الفيديو منحة المرأة الماكثة في البيت بكل تفاصيلها، وجديد منحة البطالة والمنحة الجزافية. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في هذا الفيديو حنتكلموا على منحة المرأة الماكثة في البيت اللي راهي دايرة حالة في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا يا القناة تاعي تاع صدق المصداقية، أنا ما نعرفش نكذب عليكم باش نجيب مشاهدات، أنا نقول لكم واش كاين. ما لازمش نتوما تتبعوا برك، لازم تكون عندكم نظر للأمور. إذا هي قال لك لي يتفائل خير ودوام الحال من المحال. سيتادير دوكا صح كاين هضره، وقالوا باللي مرأة منحة المرأة في الماكثة في البيت تولي 600,000، وهي كانت في الحقيقة 80,000 للراجل اللي مسوري، الراجل اللي عنده أجر وحيد. ولكن بويسك هذه المنحة داروها بكري، صافي لونطوم اللي داروها، عندها أكثر من 30 سنة من اللي داروها، وبويسك الدنيا تبدلت والمعيشة غلات وكان تغيير كبير في المستوى تاع المعيشي. إذا كاين يعني يقولوا بلي يعني المصادر يقولوا بلي كاين راح تولي 600,000، ومنحة الطفل تولي 150,000. بصح الرسمي مازال ما كاين والو. في 2024 تبان كي تبان ويحطوها في جريدة رسمية. أنا نحط لكم أنا ديراكتومون الوثيقة اللي تثبت ذلك. بصح باش نقول لك بلي حتولي سيور 600,000 في العام الجديد ما نقدرش نكذب عليكم أنايا. إذا نورمالمون راهم يقولوا بلي رجال برك اللي يخدموا عند الحكومة ماشي البريفي، راهم يقولوا بلي راح تولي 600,000. بصح هما نورمالمون يبداو بالمراه اللي عندها الولاد دراري، اللي ما عندهاش الولاد ما نقدرش نضمن لكم. هذه هي باسكو هما توجور يبداو بالمراه اللي عندها الولاد. والاطفال كذلك، قال لك 30,000 شهر قليل، قال لك نورمالمون حيرجعوها 1500، يعني 150,000. اذا هذا وش يخص منحة المرأة الماكثة في البيت. أنا مشاهدة نحب نهبط لكم المغل، ولكن دوام الحال من المحال. ونظن بلي راح ينظروا في هذا القضية، وبالك تولي أكثر من 600,000 العوام اللي جايين، ولما لا. إذا دوكا نروحوا منحة البطالة. منحة البطالة غيروا فيها في الشروط، وكاين عم يقولوا بلي السن، يعني واش عم يقولوا الخبر في البرلمان، قالك السن حيطلع ويولي حتى ان شاء الله 59 سنة ولا ما 60 سنة. بصح يعني الرسمي، يعني باش تقولوا في الجريدة الرسمية مازال ما بان والو. دوك في 2024 كي تجي الوثيقة ان شاء الله يحطوها في الجريدة الرسمية نحط لكم ان شاء الله. وفيما يخص الشروط، كانوا بكري الزوجين كي يكونوا في زوج جامعيين يدي واحد برك منحة البطاطا، دوك هذه غيروها وراح يحطوها ان شاء الله في 2024 يولوا في زوج يدوا منحة البطالة. وكذلك الناس المقصيين اللي ما راحوش داروا ستاج، قال لكم راح يعيطوا لهم ان شاء الله، واش هذه المره لازم يكونوا سيريو ويخدموا ويديروا ستاج تاعهم باش يحسنوا المستوى تاعهم ويندمجوا في الوسط تاع العمل. اذا دركا نروحوا للشرط الاخر، واللي هو قيمه منحه البطاله، اللي نورمالمون قام يقولوا بلي 2000 20,000 دينار جزائري. انا ما سمعتش بهذه، انا اللي نعرفه قالوا وراهم يقولوا بلي حتولي 1,700,000. هذه اللي يعني انا يا متاكده منها. وان شاء الله في 2024 راهي تبان هذه الهضره اللي كاين منها، وان شاء الله نحطوها في الجريده الرسميه، نحط لكم الوثيقه اللي تثبت ذلك. اذا فيما يخص منحة الجزافيه، جاتني بزاف تعليقات عليها. اذا المنحة الجزافيه هذه تخص الفئه الهشه، المطلقات والارامل والناس اللي عندهم امراض مزمنه. اذا كانت 3000 دينار في السابق، ودوكا ولات 7000 دينار جزائري دركا. فيما يخص زيادة 2024
هي في الحقيقة راهي قيد المراجعة، مازال ما عطاوش القيمة تاع الزيادة، راح يزيدوها في 2024. ان شاء الله احنا نتفائلوا بالخير. و فاصون قالك لي يستنى خير من اللي يقطع الياس، وتتفاصون قد دوام الحال من المحال. وان شاء الله في 2024 غير يعطونا القيمة تاعها ويحطوها في جريدة رسمية بإذن الله. غادي نحط لكم فيديو عليها بيان سور، بلا ما نساو المعاقين انهم هما كذلك تابعين للمنحة الجزافية. هما يخلصوا 12,000 دينار. اذا هما تاني ان شاء الله راهم ينطبق عليهم نفس الشيء في 2024. كاين راه يقيد المراجعة. اذا الى ان نلتقي في فيديو اخر، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.